أنا مش نفس الشخص تمامًا اللي كنت عليه قبل ما أركب الطيارة وأسافر. الغُربة يعني مش بس إنها بتغيّر طريقتك في الحياة، الغُربة كمان بتغيّر طريقتك في التفكير، في الإحساس، أو حتى في الكلام مع الناس، يعني بقيت بتفكّر بشكل مختلف تمامًا. فالنهارده أو فيديو النهارده هاحكي لكم فيه عن الحاجات اللي الغُربة غيّرتها فيّا من غير ما آخُد بالي يعني حرفيًا. أول حاجة وهي إني بقيت باقدّر الحاجات الصغيّرة جدًا، جدًا. يعني أيام زمان كنت يعني باعتبر إن وجود أهلي جنبي دايمًا ده شيء طبيعي، وإن وقوفهم جنبي ده شيء طبيعي، وإن إحنا نروح سوا ونيجي سوا نقعد على ترابيزة واحدة ناكل. كنت فاكر إن الحاجات دي كلّها شيء طبيعي جدًا. لكن لمّا جيت هنا الوضع اتغيّر تمامًا، يعني بقيت من أقل حاجة بافرح، يعني مجرّد إني أكلمهم فيديو كول 5 دقايق، أو حتى إني ألاقي أكل هنا يعني طعمه شبه طعم أكل بيتنا وكده، ده بقت حاجة بتفرحني جدًا. يعني كل الحاجات الصغيرة دي بقت حاجات كبيرة بالنسبة لي، يعني بتفرق معايا جدًا. تاني حاجة وهي إني بقيت باعتمد على نفسي بجد، يعني تقريبًا بشكل كليًا. يعني الواحد كان مفكر نفسه زمان إنه مستقل مجرد ما بيعمل حاجة بسيطة لنفسه وكده، بس في الحقيقة الاستقلال الحقيقي جه لما الواحد يعني اضطر إنه يعمل كل حاجة لوحده وبنفسه، من مذاكرة لطبخ لغسيل لتنظيف، حتى تصوف، حتى حل المشاكل. وأنت مش بس إنك بتعمل الحاجات دي بس، أنت بتعملها وأنت لوحدك. فالواحد بيبقى وراه يوم طويل جدا ومفيش حد بيشيل معاه في اليوم ده. تالت حاجة عزيزي المشاهد وأنا شايفها مهمة جدا جدا، وهي إن بقيت بعرف يعني حدودي النفسية. يعني الغربة هنا يا حبيب قلبي بتخليك تمر بلحظات كده عصيبة من ضغط بقى، قلق، توتر، وحدة. بس مع الوقت أنت بتفهم إمتى محتاج توقف، يعني إمتى تقول لأ، إمتى تاخد بريك من كل حاجة في حياتك، من كل حاجة حرفيًا، حتى من نفسك. اللي بعد كده عزيزي المشاهد، الناس اللي عارفاني إني هادي، صح والّا أنا باتكلم غلط؟ فأنا بقيت أكتر هدوء وأكتر عُزلة، يعني بقيت أعرف أعيش في هدوء بدون أي ضجيج، يعني بدون أي ضجيج، بدون أي إزعاج. بقيت أحب أمشي لوحدي، بقيت أحب أروح كافيه، أقرأ في صمت تام. يعني بقيت أحب أمشي لوحدي، أتخيل السما، الشارع، يعني بدون ما أتكلم. يعني الشيء ده كويس جدًا، ولكن في بعض الأوقات يعني لدرجة إني في بعض الأوقات إني لمّا كنت بانزل مصر من أقل حاجة باحس بإزعاج وضجيج، بقيت باحس يعني إيه، إن أنا عازل في الأوضة أحسن. بس ده مش في كل الأوقات. في بعض الأوقات بتحس إنك يعني تايه في وسط الصمت ده، بتحس إنك محتاج دوشة، محتاج لمة، محتاج زيطة، محتاج الكلام ده كله. حاجة برضه يعني ما كنتش واخد بالي منها، وهي يعني إن لغتي اتغيرت، طريقة تفكيري كمان اتغير. يعني مش مجرد بس إنك بقيت بتفكر بلغتين، لأ، بقيت أشوف الدنيا بمنظور تاني، منظور مختلف. يعني الوقت بقى حاجة قيمة جدا بالنسبة لي، الخصوصية بقت حاجة مهمة جدا برضه بالنسبة لي. كل حاجة بتقولها أو كل كلمة بتقولها بقى ليها معنى. وأنا شايف يعني النقطة دي بالذات يعني بتحاول يعني بتغيرك من جوه، وأنا شايف إنها بتغيرك من جوه للأحسن. أخيرا وليس آخرا عزيزي المشاهد، وهي إن الغربة خلتني أقدر أهلي أكتر من أي وقت فات. واخد بالك؟ يعني الغربة خلتني إزاي أفهم معنى إن مامتك تبعت لك رسالة تطمن عليك، تشوفك أكلت إيه، عملت إيه في يومك، يومك ماشي إزاي، الكلام ده كله. يعني كمان الغربة خلتك يعني تشتاق لحد إنك تقعد معاه، يعني مجرد إنك هتقعد معاه بس من غير ما تتكلم، من غير ما تحكي، من غير ما أي حاجة من دي. يعني لدرجة إني لما كنت بنزل أجازة، لما بنزل أجازة مصر مثلا أسبوع ولا 10 أيام، بحس إني عاوز أقعد مع أهلي ال 24 ساعة في ال 24 ساعة. يعني أنت فهمت يعني أو أدركت يعني الأمان ما يكونش مجرد مكان أنت قاعد فيه، لأ، يعني يبقى مجرد الناس اللي أنت عايش معاهم. في النهاية عزيزي المشاهد حابب أقول لك يعني إن أي واحد فينا أو أي حد سافر بيمر يعني بتجارب أو بيمر بحاجات صعب إن هو يحكيها. أنا مش بندم إني سافرت، لكن كل يوم بأدرك وبفهم إن الهدف الحقيقي وراء إني سافرت هو إنك بتسيب هو إنك بتسيب نسخة منك في كل بلد. طبعا والمقابل إنك بتحاول يعني أو بتنشأ أو بتخلق من نفسك نسخة جديدة، ممكن أحسن، أهدى، يعني أفضل من أفضل. واخد
بالك؟ فعزيزي المشاهد يعني لو أنت مسافر أو أنت قُل لي إيه الحاجات اللي الغُربة غيّرتها فيك من غير ما تاخد بالك. طبعًا في النهاية قبل ما أقفل الفيديو هاقول لك إيه، ما تنساش تعمل إيه، بالضبط لايك، سبسكرايب الكلام ده كلّه، بس أهم حاجة لو الفيديو عجبك ما تنساش تدعي لنا دعوة حلوة، وأشوفكم في فيديو جديد. كسبتهم اهو اهو، كسبتهم وهم معاهم ايه وكسبتهم. العب ايه ده يا جدعان؟ اسحب اسحب رميته ده كله، اسحب. تعالى موبايل ازاي تلعبوا 2-1-1. العب